احلى شويه بسكويت تاكلهم. بسكويت هي دي فايش يا ولدي. فايش. اه احلى شويه فايش تاكلهم في الدنيا كله. محمد الصيام مأثر عليها، صايم من اول النهار وتعبانين. ملحوظ احنا شغالين من الساعه 8 الصبح والمغرب فاضل لها ساعه وتيدن ولسه ما خلصناش. فرن الغلاوه ده بتطلع حاجات ايه تحفه. احلى فايش صعيدي وخشينا بالمقادير. بدايه الفيديو طبعا ما تنساش تدعموا مطلب الرحمه ربنا يوصل اخوتنا في فلسطين وفي السودان. هنوريكم النهارده طريقه الفايش الصعيدي الاصلي على اصوله. يلا بينا ابو عمو. اول حاجه هنجيب عجين العينه بتاعنا ابو عمو في شويه من الميه وهننزل عليه بالخميره. الخميره ده يعتبر خميره طبيعيه زي بتاعت السوردو. هننزل ايه الصوت؟ مزودة طبعا بشويه ميه. الخميره دي بتتعمل كميه كبيره وبتتوزع على العائلات في الشارع. وبعدين ننزل بكميات الدقيق كلها على الميه ابو عمو. كميه دقيق كثيره طبعا. بعد ما نزلنا بكميه دقيق ابو عمو هنعجن الدقيق كويس جوه مع الخميره. بعد ما عجننا العجينه ابو عمو بقى القوام بتاعها بالشكل ده معانا زي ما انتم شايفين كده هو. مش هو اللي عجنني. ايوه طبعا مش انا اللي عجنت. هنجيبوا شويه عجين ونرشهم عليه. عجينيه. شويه من عجينيه الدقيق. بس. دقيق ونرش وش عليه ونجيب كده الصينيه بتاعتنا ابو عمو ونغطي العجان عليهم كده يا ابو عمو. نغطي العجان دي كويس قوي ونسيبوا الخميره لحد لما تشتغل وتخمر براحتها. والعجينه اللي ركناها على جنب تخمر لسه. بعد ما تخمر هنعجنوها تاني. فمن ما تخمر هنجهزوا اللبن اللي هنعجنوا بيه. دي حله كامله من اللبن الحليب اللي هو اللبن الطازج. لبن جاموسي سقعان. هننزلوا عليه بكيلو كامل من السكر وهننزلوا عليه بغبره ملح وهننزلوا عليه بلون فايش. تروح عند العطار تقول له عايز لون فايش يعني واعي. ونقلبهم كويس يا ابو عمو. وادي يا ابو عم بعد ما قلبنا اللبن مع السكر مع اللون كده اهو. ليه قلبنا اللون والسكر معاهم ما قلبناش في العجينه؟ عشان لو قلبناه مع العجينه هيتعبنا. احنا قلبناه مع اللبن وبعدين نزود بيه على العجينه. بعد ما العجينه خمرت معانا كده يا ابو عمو هننزل عليها بشويه من السمسم كده يا ابو عمو. سم بالله وننزل باللبن اللي حطينا فيه اللون والسكر. يا بسم الله. ننزل بكله زي كده اهو يا ابو عمو. بعدين ننزل عليها بالسمنه البلدي يا ابو عمو. يا بسم الله. سمنه بلدي سايحه كوبايه ثانيه. بعد كده ابو عمو ننزل بالدقيق عليه. يا بسم الله. وكده يا ابو عمو هنسم بالله ونعجن كله مع بعضيه. بس ملحوظه انا ما اقدرش اعجن دي كله. وبعد ما عجناه كويس زي كده هو يا ابو عمو هنجيبوا شويه سمنه وندهن وشه بالسمنه زي كده هو. وكده يا ابو عمو هنغطوه ثاني ونستنوه لما يخمر. ونستنوه لما يخمر ثاني يا ابو عمو. وكده يا ابو عمو بعد ما خمر معانا زي ما انتم شايفين بالصلاه على النبي عليه زي كده هو. كده هنجيب السجانه بتاعتنا وندهنها بشويه سمنه يا ابو عمو. ونجيب صحن يكون فيه شويه سمنه بلدي وتبلدها بيهم زي كده هو. تدعكهم زي كده والسم بالله وتقطع يا ابو عمو. يا بسم الله. وتكورها زي كده هو ابو عمو. وبعد ما تكورها تدب عليها زي كده هو. وهذا اول بنونايه جهزت معانا. تدهن وشها بشويه سمنه زي كده هو. وهذا اول صاج جهز معانا ابو عمو. يعني هو شكله بسم الله ما شاء الله. كده هنحطه في الشمس نسيبوه لحد لما يخمر. اول ما يخمر نولع فرن الغلابه بتاعتنا يا ابو عمو. ويلا بينا نعمل العجان كله. ابو عمو بعد ما البنون بتاعنا كله خمر زي كده هو يعني بسم الله ما شاء الله حاجه فاخر من الاخر يا ابو عمو زي ما انتم شايفين كده هو. دلوقتي يا ابو عمو هنولع الفرن بتاعتنا تمام. العفش والوقيت زي كده هو هنحطه جوا الفرن. وهذا يا ابو عمو هي النار شغاله من هنا زي كده هو. يا ابو عمو نجيب السجانه بتاعتنا بعد ما خمرت بسم الله ما شاء الله عليها زي كده هو ونرصها جوا فرن الغلابه. يعني واعيين حاجه بسم الله ما شاء الله فاخر من الاخر يا ابو عمو. يعني واعي يا ابو عمو حاجه بسم الله ما شاء الله فاخر من الاخر زي ما انتم شايفين واعيين. اهو اللي جوا بدا يحمر تمام. ادي اللي في الفرن كله ما هي يعني بسم الله ما شاء الله. وادي يا ابو عمو بسم الله ما شاء الله بعد ما كلهم حمروا وكده قربوا يستووا معانا. يعني واعيين. وبعد ما طابوا حمروا ابو عمو اقسم بالله وطلعهم من الفرن. يا بسم الله. يعني واعي ابو عمو منظره حاجه بسم الله ما شاء الله. كده بعد ما يطلعوا من الفرن لازم تفرد لهم حاجه وتحطهم في الهواء عشان يبردوا. يا اما تفرد لهم كرتونه او ورقه جورنان او اي حاجه او قماشه. وكده يا ابو عمو نسمي بالله ونفضهم على القماشه. يا بسم الله. واعي شكله ولونه من تحت يعني بسم الله ما شاء الله حاجه تفتح النفس. وكده نعدلوهم ونسيبوهم كلهم لحد لما يبرد بعدين نقسموهم مخصوص. وهذا يا ابو عمو بسم الله ما شاء الله بعد ما الحاجه جهزت يعني واعيين بسم الله ما شاء الله. في زي العجان دي تاني 3 تاني. وفي بيوت تاني عندنا بتعمل زي العجان دي 10 و8 تمام. وكل بيت على حسب عدده. ودلوقتي نركنه على جنب ابو عمو ويلا بينا نقطعهم مخصوص. كده ابو عمو نجيب القطعه بتاعتنا ونجيب البنون. بس البنون اللي طلع اول حاجه في الاول خالص عشان برد لازم يبقى بارد خالص عشان تبدا تقطع فيه زي كده اهو. ونسمي بالله ونقطعه فصوص. وهذا يا ابو عمو قطعناه مفصوص صغير زي ما انتم شايفين كده اهو. هنبدا نرصهم في الصجان. بعد ما فصصناه مفصوص كده ابو عمو هنجيب الصجان بتاعتنا ونسمي بالله ونبدا نرص فيهم. يا بسم الله. وهذا يا ابو عمو بعد ما جهزنا الفلوس بتاعتنا يعني عين حي بسم الله ما شاء الله. يلا بينا على فرن الغلابه على طول. دفينا ابو اخوك دفيني ما تبعدش كده وخلاص. انت الصيام مأثر عليك النهارده. ها
كده نستنى الفيشات من ما تقرقشوا معانا. وبعد ما تقرقش كده ابو عمو قعدوا لهم نص ساعه كده في الفرن وحاجه. وكده ابو عمو نسم بالله طلعهم من الفرن. يا بسم الله ما شاء الله. واعي يا ابو عمو. واعي ده اول رص لك يعني. واعي حاجه بسم الله ما شاء الله. شايف بص القرمشي. واي يعني بسم الله ما شاء الله يا ابو عمو. حاجه فخر من الاخر. ده اول رصه فايش جهزت معانا ابو عمو وبنحمل الفرن للرصه اللي بعدها. انا كده نقلت لكم الصوره. لو عجبك الفيديو ما تنساش تعمل لايك وفولو. صلى على النبي. سلام يا غالي.